ضياء كوك ألب وألب أرسلان تركش ولد من جديد من رحم أوجلان. في 20 تموز عام 26 عقد وفد إمرالي للدنبارتي اجتماعا مع عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني بكك المنحل. وكالعادة وصف بكك اللقاء للرأي العام بأنه اجتماع تاريخي. وبحسب البيان الصادر عقب الاجتماع كانت هناك 4 نقاط رئيسية بارزة في خطاب أوجلان. أولا، دعوة 27 شباط مستمرة، ما يعني عدم وجود أي انسداد في العملية أو عقبات في طريقها. ثانيا، أوجلان وافق وصادق على المسار القانوني والتشريعي في إطار التقرير الذي أعدته اللجنة الديمقراطية والأخوة والتضامن الوطني في البرلمان التركي. ثالثا، يستخدم أوجلان مصطلح الأناضول بدلا من اسم كردستان. رابعا، أوجلان يثبت فكرة: إذا فصلتم الكرد عن الأتراك فلن يبقى الكرد، وإذا فصلتم الأتراك عن الكرد لن يبقى الأتراك. البالونة التي انفجرت في الهواء. بعبارة أخرى، فإن ما يقدم على أنه الاجتماع التاريخي لأوجلان وفي جوهره محاولة لتجاهل الكرد وتهميشهم ومحوهم من التاريخ. فمنذ سنوات يطلق بكك بالونات ويصف كل شيء بالتاريخي: البيان التاريخي، الاجتماع التاريخي، الخطوة التاريخية والقرار التاريخي. لكن في النهاية انفجرت كل هذه البالونات في الهواء وتبين أنها فارغة خاوية. وكذلك في هذا الاجتماع الأخير لعبد الله أوجلان انفجرت البالونة أيضا، ليخرج من داخلها ضياء كوك ألب وألب أرسلان تركش. من هو ضياء كوك ألب؟ ضياء كوك ألب الذي عاش بين عام 1876 1924 كردي من ديار بكر، لكنه سخر حياته لخدمة التتريك. كتب عشرات الكتب وقدم النصائح للأتراك ورسم لهم الطريق حول كيفية السيطرة على الكرد. لهذا السبب يلقب الأتراك بأب القومية التركية. وكان كوك ألب يقول عن الكرد: الكردي الذي لا يحب الأتراك ليس كرديا، والتركي الذي لا يحب الكرد ليس تركيا. أما ألب أرسلان تركش الذي عاش بين عامي 1917 و 1997 فهو مؤسس وأول رئيس لحزب الحركة القومية مهبة، ويعتبر الباش بوك الزعيم الأكبر للأيديولوجيا القومية التركية. وكان هو الآخر يقول عن الكرد: نحن بقدر ما هم أتراك فنحن كرد أيضا، وهم بقدر ما نحن كرد فهم أتراك أيضا. أقوال عبد الله أوجلان في هذا الاجتماع هي مزيج وخليط من مقولات ضياء كوك ألب وألب أرسلان تركش. كوك ألب وتركش كانا يرددان هذه المقولات لإرضاء الكرد كي يظلوا تحت سيطرة المحتل المستعمر. وكذلك مقولات أوجلان هي الأخرى لا تأتي للتركيز على أي ترابط تاريخي وجغرافي بين شعبين، بل على العكس من ذلك تماما، فهي تهدف إلى تمكين القوى الاستعمارية الاحتلالية من إخراج الكرد من التاريخ ومحوهم مجددا. فأوجلان لا يتحدث عن حق التقرير المصيري للكرد، ولا عن حقهم في إدارتهم الذاتية وحكمهم الذاتي، ولا حتى عن الاعتراف بهم في الدستور، بل هو يصف حتى اسم كردستان بالأناضول. على مر التاريخ لم يحل أي شخص قضية احتلال أمة عبر التوسل والرجاء، لا مانديلا ولا غاندي ولا عمر المختار ولا الإيرلنديون ولا الكتالونيون توسلوا للقوى الاستعمارية المحتلة. لكن أوجلان لا يتوسع ويتضرع فحسب، بل يحاول في الوقت نفسه خداع الكرد وتضليلهم نيابة عن قوى الاحتلال. وفي النهاية انفجرت بالونة أوجلان الذي يطلق على نفسه قائد الشعب الكردي. وتبين في القرن 21 أن بداخل أوجلان شخصية متعاونة ومتآزرة مع المحتلين تسعى لخداع الشعب.